ازيكم عاملين ايه؟ انا هبة ودي قناتي. من احلى الحلويات اللي بنحبها في رمضان بعد الكنافة طبعا البقلاوة. النهاردة هنعمل البقلاوة بطريقة جديدة وسهلة قوي، مش هنقعد بقى نورق ولا نعمل طبقات ولا حاجة. صينية هندهنها سمنة، وهنجيب لفة الجلاش اللي قاعدة عندك في التلاجة ومتقطعة. ادهني بقى كل ورقة كده بالسمنة بالفرشة، وبعدين اعمليها زي المروحة كده ورصي في الصينية. هنكرر بقى العملية دي كده لحد ما نملى الصينية كده، وندهن وشها بالسمنة بالفرشة وندخلها الفرن على الرف الوسطاني على درجة حرارة 180 لحد ما تاخد لون ذهبي جميل كده. كسريها بقى بالسكينة كده، وبعد ما تكسريها بالسكينة اضغطي برضو عليها بإيدك ضغطة خفيفة كده علشان تتكسر معانا أكتر. هنحط عليها بقى شوية كده إيه زبيب وجوز هند بندق فستق أي حاجة موجودة عندك. طبعا البديل بتاع الحاجات دي الفول السوداني. حطي زبيب وجوز هند وفول سوداني وقلبي البقلاوة كده مع المكسرات اللي حطيناها. هاتي بقى الصينية اللي عايزة تعملي فيها وحطي طبقة منها، طبقة تكون يعني ايه سميكة شوية، وكاسات بقى شوية كاسات كده. برضو انا غيرت طريقة التقديم. وبعدين كوباية الا ربع بالظبط شربات اللي استخدمتها. حطيت بقى بسيط كده معلقة كده على كل كاسة. وبالنسبة للصينية يعني ايه برضو بتاع 3 4 معالق. المهلبية اللي هنعملها 3 كوبايات لبن، لبن كامل الدسم. حطيت عليهم معلقتين نشا ومعلقة دقيق، وحطيت معلقتين سكر، ومعلقتين لبن مكثف. اللبن المكثف حلو قوي مع المهلبية. بالنسبة لي أنا اللبن المكثف عشان بعمله في البيت فهو بسيط جدا ومش مكلف بالنسبة لي. اتعلمي ان انت تعمليه في البيت واركنيه في علبة مغلقة كويس كده في التلاجة، يقعد معاكي اسبوع 10 ايام تستخدميه للحلويات. حطيت بقى الحاجات كلها مع اللبن وقلبت على البارد، وبعدين رفعته على نار متوسطة كده والمضرب في ايدك لحد ما اخد قوام كريمي كده. حطيت الفانيليا معلقة صغيرة فانيليا، وطفيت لما يعمل الايه البابلز دي كده يبقى هو استوى كويس. وهي سخنة بقى كده هننزلها على طول على البقلاوة اللي حطيناها في الصينية وفي الكاسات. حطي بقى طبقة كويسة كده فوق البقلاوة. علشان كده انا محطتش شربات كتير. المهلبية طبعا سكرها حلو، هتنزل على البقلاوة هتسكرها قوي وهتديها برضو ايه طراوة كده. حطيت بقى طبقة تانية اهي فوق المهلبية. الصنف ده طالع حلو جدا. وبعدين طبقة شربات خفيفة خالص، يعني الكوباية الا ربع شربات مخلصتش. يعني شايفة الكمية اللي استخدمناها قد ايه؟ حوالي نص كوباية للصينية والاربع كاسات. زينت الوش كده بشوية مكسرات، وبعدين بقى خدت الكاسات حطيت طبعا فيهم طبقة جلاش تحت الأول، وبعدين طبقة مهلبية، وبعدين طبقة جلاش تانية بالشكل ده. زيني بقى زي ما تحبي. ممكن حطي حلويات مسكرة كده زي ما حطيت الحلويات الحمرا دي. حطي مكسرات، حطي فول سوداني على الوش. عموما هو صنف لذيذ جدا وحلو قوي، وان شاء الله هيعجبكم قوي. وتغيير بقى عن ايه الجلاش اللي بنقعد نعمل طبقات ونورق وكده، ده اسهل بكتير. ولو مش عايزة تعملي المروحة دي علشان تسويه في الفرن، امسكي المقص قصقصي ورق الجلاش كله كده بسرعة بسرعة وحطيه في الفرن، برضه هيستوي بنفس الطريقة وهيبقى جميل جدا. ولو عجبتك طريقتي النهاردة اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي، وباي باي.